السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، يا رب دايما في صحة وخير. وده الفيديو التاني من العلاج بتاع مرض أرماتويد. اتكلمنا في الأولاني عن العلاجات التقليدية، وهنتكلم النهاردة عن العلاجات البيولوجية. كلمة بيولوجية بتخض كتير من العيانين نظرا لما يرتبط بيها من آثار جانبية مستشاعة ما بينهم، انه ما زي بيسبب كانسر وزي بيقلل المناعة والحاجات دي كلها. الكلام ده مش صح قوي، والابحاث العلمية اثبتت فيما بعد ان ده مش كلام بيحدث، لكن بنسب قليلة جدا، وتقريبا ما بتزيدش عن الناس الطبيعيين او الناس العاديين في العموم. طيب، يعني ايه بيولوجيا؟ بيولوجيا دي كلمة تهدف او تعني طريقة تصنيع الادوية ديت في معامل معينة او بطرق معينة في شركات الادوية، بتختلف شوية عن طريقة تصنيع الادوية العادية او التقليدية. وبالتالي كلمة بيولوجي دي تعني او ترمز لطريقة التصنيع او لطريقة الشغل. كمان الادوية البيولوجية ادوية بتشتغل على العملية المناعية من وهي في الخلية، ما بتستناش تشتغل على المكونات الكيميائية اللي طلعت من الخلية بتاعت جسمك ولخبطت المناعة وبوظت المفاصل او تعبتها او ادت لالتهابها. يبقى من هنا جايه التسميه البيولوجيه. هم كتير ليهم بعض الاثار الجانبيه اللي احنا بنتفاداها عن طريق الفحص الجيد وبعض المعامل والتحاليل اللي بتتعمل الاول، زي وظائف الكبد وزي دلالات الفيروسات للكبد وغيرها من الفحوص المعمليه، عشان نتاكد ان ما يحصلش منها الاثار الجانبيه اللي بتخوف العيانين، زي لخبطه المناعه او زي الاثار الجانبيه الاخرى المستشاعه عنها. بتقسموا لأدوية بيولوجية بالحقن وأدوية بيولوجية بالأقراص. والأدوية البيولوجية بالحقن بقت كتير اليومين دول، وأسعارها بتنزل مع الوقت نظرا لوجود بعض الشركات اللي بغطيها بكثرة. وهي تعتبر من الأدوية الجيدة وبتحسن الروماتويد والأداء بتاع العيان والكواليتي اوف لايف بتاعته أو قدرته على أداء وظائفه اليومية بشكل أفضل من العلاجات التقليدية. وبتستخدم حسب رأي الطبيب المعالج، وكل عيان له التفصيلة بتاعته وله الشكل المناسب بتاعه، حسب زي ما احنا بنقول دايما في الفيديوهات بتاعتنا بتاعت العلاج. الدكتور بتاعك اللي بيتابعك واللي بيشوفك بعينيه هو الأقدر دايما على وصف العلاج. دمتم دايما في صحة وسعادة، ونلقاكم على خير.